بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن مقدمة عن الكلاسيك كنترول والبي ال سي، وهنتكلم عن الفرق ما بين الحاجتين. مبدئيا كده هنتكلم يعني ايه كلاسيك كنترول. الكلاسيك كنترول هو نوع من انواع الكنترول احنا بنستخدمه علشان خاطر نتحكم في السيستم اللي بيبقى موجود عندنا. وليكن انا عندي موتور عايز اتحكم في الموتور ده بحيث ان انا اشغله او افصله باسهل طريقه ممكنه، فببدا ان انا مثلا اختار سيركت كهربيه مناسبه علشان خاطر اعمل ديزاين ان بحيث ان انا اتحكم في الموتور اللي موجود عندي. طيب لو انا بقى عندي مثلا شغال في مصنع او شغال في شركه، المصنع مثلا طلبوا منك انت كمهندس انك انت تعمل ديزاين للمكن اللي هيبقى موجود في المصنع بخط الانتاج يعني بتاعه، وتبدا تعمل له بروتكشن سيستم، وتعمل ازاي نتحكم في المكن وازاي نغذي المكن اللي موجود والكلام ده كله. فانت مثلا لو هتستخدم الكلاسيك كنترول هتضطر انك انت تجيب وايرز وتبدا تربط ما بين المكن وبعضها، وتبدا تشوف ايه هي الطريقه الممكنه انك انت تغذي المكن اللي موجود وتبدا تعمل كل الكلام ده. طيب فالموضوع ده بيبقى في الكلاسيك كنترول. الفرق بقى ان الكلاسيك كنترول يعني انت بتستخدم فيه الوايرز، يعني بتستخدم فيه الطريقه التقليديه عادي انك انت بتوصل بالاسلاك. فلما بتوصل بتبدا انك انت بعد ما بتخلص التوصيله بتاعتك بتبدا انك انت تقدر انك انت تشغل المكن وتفصله باسهل طريقه ممكنه. طيب ايه هي بقى العيوب بتاعه السيستم الكلاسيك كنترول؟ العيوب بتاعته اول حاجه ان هو مكلف، انت بتستخدم اسلاك كتيره، فالاسلاك الكتيره دي بتبقى مكلفه والسيستم بيبقى غالي. تاني حاجه الاسلاك الكتيره دي بتبقى معقده، انت دلوقتي مثلا شغال في مصنع، فالمصنع ده بيبقى فيه مكن كتير، فالمكن الكتير انت لما هتستعمل اسلاك كتيره بالتالي التوصيله والكونكشن هيبقى الموضوع معقد. تالت حاجه ان برضو انت لما بتيجي تعمل بروتكشن سيستم في الكلاسيك كنترول بيبقى الموضوع صعب شويه، يعني في حاله الاعطال والكلام ده بيبقى الموضوع صعب انك انت توصل للعطل باسهل طريقه، وانك انت تقدر انك تتغلب على العطل والكلام ده، الموضوع بيبقى معقد شويه. فدي من عيوب الكلاسيك كنترول. ده كده الكلاسيك كنترول. يعني ايه كلاسيك كنترول ويعني ايه عيب وايه هي عيوب الكلاسيك كنترول؟ وحاليا اصلا الناس ما عادتش شغاله بالكلاسيك كنترول، لان طبعا ظهر البي ال سي وهو حاجه احدث شويه من الكلاسيك كنترول. طيب ايه هو بقى البي ال سي؟ البي ال سي اولا هي اختصار لكلمه بروجرامابل لوجيك كنترولر. طيب البي ال سي هو بكل بساطه هو عباره عن الجهاز ده بيعمل لك وظيفه معينه. ايه هي الوظيفه اللي هو بيعملها او ايه هي مكونات الجهاز ده؟ الاول الجهاز ده بيتكون من انبوت، وبيتكون من اوتبوت، وبيتكون من حاجه اسمها سي بي يو، وبيتكون من ميموري، وبيتكون من باور سبلاي. طيب الانبوت والاوتبوت احنا عارفينهم اللي هي المدخلات والمخرجات. انت مثلا بتقول له بقول للجهاز كده انا هدخل لك سيجنال معينه، فبناء عن السيجنال المعينه دي انت ابدا خد اكشن معين، فبس هو بيعمل لك الوظيفه دي بكل بساطه بكل سهوله من غير بقى وايرز ومن غير بقى ايه السيريه بتاعت الكلاسيك كنترول. طيب ايه هي بقى وظيفه السي بي يو؟ السي بي يو هي اختصار لكلمه كنترول بروسيسنج يونت. الفكره منها ان هو عباره عن البروسيسور يعني بتاع الجهاز ده اللي انت بتبرمجه. ده اللي انت مثلا بتستخدم السوفت وير بروجرامنج، بتبدا تقول له مثلا انا عايزك تعمل لي لو حصل كذا اعمل كذا، لو حصل كذا اعمل كذا، وهكذا. يعني اللي هو المثال بتاعك باي طريقه انت بقى بتبرمج بيها او بتكتب بيها الكود بتاعك. طيب الميموري هي عباره عن وحده التخزين الداخليه بتاعه الجهاز، دي اللي هي الجهاز بيحتفظ بيها بالداتا اللي انت بتدخلها له، اللي هو الموضوع بتاع البرمجه يعني. طيب الباور سبلاي هي بتغذي البي ال سي، الجهاز بتاع البي ال سي. طيب دي كده مكونات البي ال سي. فبنكتشف ان البي ال سي ده مش جهاز انا بقعد اوصل فيه اسلاك كتيره والكلام ده. طيب من مميزات بقى البي ال سي اول حاجه ان هو مش مكلف، مش غالي، لان انا مش بستعمل وايرز كتيره زي مثلا الكلاسيك كنترول. ففي الكلاسيك كنترول الموضوع كان بيبقى غالي علشان خاطر الوايرز. تاني حاجة ان هو سهل التعامل معاه، بقدر ان انا اتعامل مع السيستم بكل سهولة. تالت حاجة في حالة البروتكشن، بقدر ان انا في حالة الاعطال بقدر ان انا اتعامل مع الاعطال اللي بتحصل، واقدر ان انا اعمل حماية للسيستم بتاعي كويس. تالت حاجة ان السيستم اصلا بيبقى سريع، البي ال سي بيبقى سريع عشان ياخد الاكشن ويعمل الوظيفة بتاعته، بيعمل الوظيفة بتاعته في بسرعة جدا. واقدر خامس حاجة واهم حاجة ان انا بقدر اجرب يعني الجهاز بتاع السيستم بتاعي قبل ما بشغله. في الكلاسيك كنترول انت ما كانش بينفع تجرب. ليه؟ لانك انت بتبقى موصل خلاص، انت بتوصل وبيتشغل على طول بيشتغل. انما في البي ال سي انت بتقدر تعمل تيست للبرنامج او للسيستم بتاعك قبل ما تبدا تنفذه على ارض الواقع، بانك انت بتعمل سيميوليشن للسيستم وبتبدا انك انت تتعامل معاه.
هل بقى البي ال سي ملهوش عيوب؟ لا طبعا البي ال سي له عيوب، ولكن العيوب بتاعته مش بتبقى مؤثرة بالشكل الكبير. فمن العيوب بتاعته اول حاجة عدم توحيد برنامج التشغيل لكل اجهزة البي ال سي في كل الشركات. يعني في شركات معينة بتصنع اجهزة بي ال سي بتشتغل على برنامج معين، تلاقي مثلا جهاز تاني مختلف شغال جهاز بي ال سي برضه بس شغال على برنامج مختلف، فعلى حسب الشركة المصنعة وعلى حسب المكان اللي انت شغال فيه. طيب تاني حاجة ان هو ما بينفعش ان انت تستخدمه في الدوائر البسيطة او الاستخدامات البسيطة. ما ينفعش ان انا استخدم البي ال سي في الكلام ده. لو انا بعمل دايرة بسيطة مثلا موتور واحد وعايز اتحكم فيه مش محتاج ان انا استخدم البي ال سي، فده هو اصلا ما بينفعش انك انت تستعمله في الكلام ده. طيب تالت حاجة برضو هو ان البي ال سي ده بيتأثر بالعوامل البيئية، بيتأثر بدرجة الحرارة وبيتأثر بالاهتزازات المرتفعة. بس ده كده الفرق ما بين البي ال سي والكلاسيك كنترول. كده احنا عرفنا، كده بنكتشف اصلا من كلامنا ان البي ال سي هو افضل من ناحيه الكنترول، افضل من الكلاسيك كنترول بكتير. ليه؟ لان انا اصلا بتغلب على حته الوايرز، فالتوصيل ما بيبقاش معقد، الموضوع مش مكلف، الموضوع بسيط سهل ان انا اتعامل معاه، الموضوع سريع. في حاله البروتكشن بقدر ان انا اعمل بروتكشن، في حاله الاعطال بقدر ان انا اتعامل مع الاعطال بتاعتي واعمل البروتكشن سيستم بتاعي. فده اللي بيميز البي ال سي عن الكلاسيك كنترول. انما بقى بخلاف الكلاسيك كنترول، الكلاسيك كنترول بيبقى فيه وايرز كتيره، الوايرز دي بتبقى متوصله بكونكشن معين، فالكونكشن ده انت بتبقى محتاج انك انت تقعد بقى تمشي ورا كل سلك رايح فين وجاي منين والكلام ده. الموضوع ده بيبقى مرهق وبياخد وقت كتير، وما بتقدرش انك انت اصلا تعمل تجربه للبرنامج قبل ما تشغله، قبل ما تنفذه للسيستم بتاعك او خط الانتاج بتاعك. فالموضوع في الكلاسيك كنترول بيبقى صعب شويه. وبكده هنكون وصلنا للفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اوضح الفرق ما بين البي ال سي والكلاسيك كنترول بشكل مبسط، وقدرت ان انا اوصل لك المعلومه بشكل كويس. كل اللي انا طالبه منك انك تفضل تتابعني وتستنى الفيديوهات اللي جايه، وشكرا.